البداية كانت في عام 1438 تقريبا. كنت أنا وقتها من ضمن الحجاج. وقتها أنا كنت صغير الصدق ومو مستوعب إيش يعني حج. الناس كل واحد جالس لحاله وجالس يدعي ويبكي، الكل جالس يدعي ويبكي. لا أنا متكي وطالع فيهم وتكي على جوالي ساعة ساعتين. قلت إيش معنى أنا الوحيد اللي قاعد كذا استهبل. فتحت جوجل وكتبت يوم عرفة. وصلت عند مقطع في قراءتي اللي هو خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والله فعلا رميت جوالي وبدأت أدخل في عالم الناس اللي تدعي. دعيت الله بالجنة ودعيت الله بالهداية ودعيت الله برضا الوالدين، حتى في حاجات سخيفة جدا في الدنيا. انتهى يوم عرفة وانتهى الحج. السنة اللي بعدها ولا دعيت الله ولا أي شيء. في عام 1441 كانت الانطلاقة الفعلية في قصتي مع دعاء يوم عرفة. والله العظيم أنها تحققت بفضل الله أشياء مستحيلة جدا، والله مستحيلة. بعدها مشت سنة وجتني كذا لحظة إدراك فعلية. الدعوات اللي دعيتها أول كلها أصبحت محققة في حياتي. يوم استوعبت هذا الشيء قلت هذيك السنة لازم أدعي دعوات مختلفة وأكثر عمقا. والله العظيم إني صرت أعتبر أن الدعاء قوة عظيمة جدا، وشفت أثره في حياتي. دعوت الله بالهداية وصرت أشوف ملامحها في حياتي. دعوت الله بحفظ القرآن وحفظت القرآن. دعوت الله بالرضا، دعوت الله بمال، دعوت الله بسعادة، دعوت الله بكل شيء. السنتين الأخيرة هذه صرت أشوف فضل دعاء عرفة بشكل ما أقدر أوصف لك أكثر. وقف بين يدين الله سبحانه وتعالى ولا تشوف القوة البشرية أبدا. بعد يوم عرفة ابدأ حياتك لمدة سنة كاملة في السعي لتحقيق هذه الدعوة. بتحصل أن الله يسهل لك الحياة ويسخر لك الناس ويذلل لك الطريق ويفتح لك الأبواب. دعاء عرفة دعاء يوم، لكنه يعلمك أنك تحب الدعاء وتلتزم فيه سنة كاملة. عن عرفة نتحدث عن الدعاء، عن السعادة والرضا والعطاء الكبير.